يعني بنينا القنطرة الحسنية اللي كتربط ما بين جوج ديال المدن رئيسية اللي هي مدينة الرباط وكذلك مدينة سلا. بالجنبات ديالها كاين هذيك الطريق ديال الترام او عفوا الطريق ديال تي جي في، راه هو يعني جاي من مدينة طنجة وغادي باتجاه مدينة الدار البيضاء. غير على ذكر تي جي في، غير بعض الاخوان كانوا كيطرحوا بعض الاسئله. شوف، كاين عندنا الطريق ديال تي جي في او لي راي ديال تي جي في فيهم جوج ديال المقاطع. كاين المقطع الاول ديال لي راي ما بين طنجة حتى القنيطرة، والمقطع الثاني من قنيطرة حتى المدينة الدار البيضاء. من طنجة حتى القنيطرة تي جي في كيمشي بواحد السرعة عالية كتوصل حتى ل 300 وما يزيد، ومن قنيطرة حتى الدار البيضاء كيمشي بسرعة ثانية اللي هي منخفضة. لماذا؟ لأن لي راي اللي كاينين تما ما كيسمحوش ليه يمشي بهذيك السرعة. الآن الشركات المغربية أو الشركة المغربية فقط خدامين على هاد المسألة هذه ديال باش يكون تي جي في يمشي بواحد السرعة عالية ما بين مدينة القنيطرة وكذلك مدينة الدار البيضاء. فخدامين كاين بعض الشركات على سبيل المثال انج اللي خدمت على التراسمو ما بين مدينة الرباط وكذلك عين عتيق. فاخواني اخواتي رجعوا الاشغال اللي كاين هنايا، الاشغال اللي كاين هنا. فلاحظوا هنايا اشغال كثير هنايا، والناس خدامين تقريبا بواحد الجودة عالية، بواحد الاتقان وبواحد الرزانة وبواحد صراحة. يعني كاين هنا مسؤولين، كاين عمال، كاين تقنيون، كاين مهندسون الصراحة، كاين لي طوبوغراف هنايا خدامة من جنب الى جنب. كاين ناس ديال البوردورة، كاين ناس ديال التبليط، كاين ناس ديال الانارة، كاين ناس ديال السقي، الناس ديال الغرس، الناس اللي كيفرشوا الاطربه. فكاين واحد الورشه كبيره كاين هنايا في هذا المكان بالذات اللي هو كما ذكرت بجنبات ديال الضفه الشماليه اللي هو دار برقراق جنوب مدينه سلا. يعني بالدخله ديال مدينه سلا ملي كتكون في الرباط وغادي تدخل مدينه سلا كتلقى هذا المنتزه. وهاد الاماكن هذه تقريبا كلها غتمشي بنفس الطريقه، بنفس الجوده، فهي